دلال وجمال قفشه وكهربا وامام. دلال وجمال قفشه وكهربا وامام. اعزف يا كولر انت ولاعيبه النادي الاهلي. ما هو لو مش انت يا كولر اللي عزفت انت ولاعيبه النادي الاهلي، مين اللي هيعزف؟ لو مش انت اللي تكسب ب7-0، مين اللي هيكسب ب7-0؟ لو مش انت اللي تتأهل لدور المجموعات وبإذن الله تاخد الأميرة ال12، مين اللي هياخدها؟ مين زيك يا أهلي في القارة السمراء وبره القارة السمراء؟ مين زيك يا أهلي بينزل المباراة فريق ضعيف فريق قوي مش همه المهم عند كولر ولاعيبة النادي الأهلي يفرحوا جماهير النادي الأهلي. ثلاثية رباعية سباعية، النادي الأهلي شغال الله أكبر. كولر ما بيهمهوش مين الفريق اللي قدامه، فريق كبير فريق صغير، كولر هو كولر ولاعيبة النادي الأهلي. الأهلي زي ما احنا شايفين النهاردة، ولا همه لاعب مين ولا مش لاعب مين ولا ايه اللي حصل، مش همه. كولر مش همه. كولر كل اللي كان همه النهارده، ايوه ادي يا كهربا، ادي يلا 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 يا قفشه، يلا يا امام. بصوا النهارده كان في سيمفونيات، كان في كرات راحه من هنا وجايه من هنا، على فعلا زي ما انا كنت بقول قبل كده، كده اسيستات كده حلويات، اسيستات وحلويات من كولر ومن لعيبه النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي النهارده بالتشكيل. الشناوي في حراسه المرمى محمد هاني وكريم الدبيس وكمان رامي ربيعه وعبد المنعم، امام عاشور وكوكا وكمان قفشه وعبد القادر وكريستو ومهاجم كهربا. عندي بس نقطه على التشكيل، انت داخل دماغي جدا. التشكيل ده كويس قوي على فكره، تشكيل احنا شفنا اداء اللعيبه ديت في مباراه النهارده، لا تشكيل كويس. وكمان انا كنت متوقعه اللايف اللي فات اللي طلعته امبارح، قلت لكم ان هو هيريح علي معلول وهينزل مكانه كريم الدبيس، واهو نزل كريم الدبيس. قلت لكم عبد القادر هيلعب، واهو عبد القادر لعب، وباقي التشكيل تقريبا قلت صح. نيجي بقى نتكلم على المباراه. بصوا المباراه دسمه، المباراه فعلا دسمه. انت عارف اللي هو تحس ان انت اكلت اكله كبيره وتقيله قوي وخلاص، انت حبست باجوال النادي الاهلي. اول نص ساعه سيطره كامله من النادي الاهلي على الكوره. بصوا مبدئيا كده خطوره من سان جورج ما تلاقيش، تحركات وباصات مميزه جدا من امام عاشور. حقيقي امام قدر ان هو يكون ترمومتر للعيبه والفريق النادي الاهلي النهارده. امام كان بيتحرك في الملعب، وكان تكتيك كولر اللي ماشي عليه حقيقي. الشطاره فعلا ان انت لما تيجي تتكلم انت ما تقوليش اللاعب، لا، ما هو اللاعب ما نزلش حط الخطه من نفسه ومشي نفسه وهو اللي حط نفسه في المركز ده. انت دلوقتي كل اللي انت هتتكلم عليه انت المدرب، انت نجم شوط اول وتاني هو كولر المدرب. انت كولر النهارده كان رايق الروقان هو ولاعيبه النادي الاهلي. الروقان ده احنا لسه بنسمي في الدقيقه 8 فاول لامام. حقيقي امام ملك الفاولات النهارده، امام ملك الكرات الثابته النهارده. فاول لامام. مين بقى اللي قال يلعب الفاول دوت؟ قفشه يلعب الفاول. فقفشه قال لما نمس شويه على جماهير النادي الاهلي، بما ان النهارده الجمعه، قال له سمعوني كده الجمعه كام دي على القاضيه يا شباب؟ القاضيه الكام دي؟ ها؟ الجمعه كام على القاضيه؟ سمعوني واكتبوا لي في الكومنتات. فقال ايه؟ انا مش هزعل جمهور النادي الاهلي النهارده، انا عايز اثبت نفسي. احنا في الدقيقه 10، طب يلا بينا جول من فاول امام. وجول ولا اروع على طريقه ابو تريكه بيحرزوا قفشه النهارده حقيقي عمل كل حاجه في المباراه. قفشه نجم الشوط الاول ومن نجوم الشوط الثاني. اول نص ساعه ظهور متميز من كوكا ومن الدبيس ومحاولات من كريستو، ولكن برضو بيبقى واضح ان كريستو وبرضو اللعيبه التانية ناقصها خبره. ولكن ايه برضو اللي بيحصل؟ اللعيبه بتحاول، اللعيبه بتجتهد، اللعيبه بتحاول على قد ما تقدر تعمل كل اللي في ايديها وكل المستطاع ان هي تبرز نفسها. بصوا بقى، نيجي بقى على ان النادي الاهلي مستحوذ على المباراه. فدي اكيد انت خلاص، انت ال90 دقيقه بالوقت الاضافي انت النادي الاهلي مستحوذ على المباراه.
جه ضربة جزاء لكهربا في الدقيقة 33. مين بقى اللي يلعبها؟ لا هو كهربا. هو كهربا، ما هو كهربا كان نازل زعلان، اللي هو ايه، ربنا مش موفقني النهارده، الفولت مش شغال النهارده. فايه اللي حصل بقى بعد كده؟ يقوم كهربا يجي يلعب ضربة الجزاء، يقوم كهربا يحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي من ضربة جزاء في الدقيقة كام؟ 33 34 بيحرز كهربا الفولت العالي الهدف الثاني من ضربة جزاء. بصوا بقى في الدقيقة 35 قفشه قال ثانية واحدة، ايه ده كهربا انت جاي تتعادل معايا؟ لا انت ما تتعادلش معايا. يقوم قفشه يحرز الهدف الثاني ليه للنادي، يحرز الهدف الثاني ليه والثالث للنادي الاهلي، الله اكبر عليه، في الدقيقة 35 وبيسجل هدف في منتهى الجمال والدلال باسيست بالمسطرة من كريم الدبيس. حقيقي انا يمكن المباراة كلها كان عاجبني كريم الدبيس، ولكن في الاسيست اللي عمله كريم الدبيس لقفشه في الجول الثالث، لا بجد كريم الدبيس بالمسطرة عملها كريم الدبيس. اول 45 دقيقة يعني الشوط الاول اللعيبة الرجالة في الملعب، انا كل ده بتكلم على الشوط الاول، اللعيبة الرجالة في الملعب، اجوان حقيقي من اوضاع مختلفة، يعني مش كله من نفس بقى المكان، لا انت كذا جول انت كله من اوضاع مختلفة وباحتراف، يعني مش جون بقى يجي فننتشه، لا انت الاهلي ما كانش بيعمل كده، انت الاهلي مخطط للجون، انت الاهلي اللاعب يخترق ويجيب الجون بره ال 18 جوه ال 18 اللاعب بيجيب الجون، اللاعب مش همه، انت اللاعب دلوقتي مش تحس ان النادي الاهلي، لا اللعيبه الله اكبر عليها واقفه في الملعب، انت مين؟ انا النادي الاهلي وهثبت نفسي، انا لعيبه النادي الاهلي وهوريك انا هجيب كام جون. انت دلوقتي كل لاعب مع لاعب بقى بيتنافس، انا هجيب كام جون وانت هتجيب كام جون، مش اللي هو ايه خد انت هات الجون ده، طب انت هات الجون، لا مفيش الكلام ده، كل لاعب بيحاول ان هو يبرز نفسه على قد ما يقدر، شوط رايق جدا جدا جدا، من الاخر كده، من الاخر شوط رايق للعيبه النادي الاهلي والكولر. مين شاف قفشه؟ لا حقيقي احنا دلوقتي اللي بيشوف التمرينات الجماعيه للنادي الاهلي هيلاحظ ان قفشه بيحاول على قد ما يقدر ان يبين ان لا انا مش عاوز قفشه اللي انتوا الناس كانت عماله تتكلم عليه وريح شويه، لا انا مش ده قفشه، انا هبقى مين قفشه؟ انا قفشه صاحب القضيه، انا قفشه اللي بثبت نفسي من تاني وهسجل كذا قضيه تاني، هو ده قفشه اللي بيمثل النهارده علينا وبيقول لنا الجمعه الكام دي على القضيه. كولر بيحاول ان هو يخلي كريم الدبيس يلعب زي علي معلول، لاحظنا من كذا كوره بيلعبهم كريم الدبيس ان هو لا انا بيحاول ان هو يلعب زي علي معلول. هاني وكريم الدبيس ما كانوش بيتقدموا، ودي حاجه احنا لاحظناها في الشوط الاول ان هما كانوا لا مش بيتقدموا خالص. مين اللي كان بيتقدم؟ عندك عبد القادر وعندك كريستو، دول اللي كانوا بيتقدمين، الوينجات كانت مفتوحه. وغير كده كمان انت اول مره تشوف قفشه مكمل، انت اول مره تشوف قفشه مكمل عند الوينجين. حكايه ان قفشه بقى مكمل دي احنا من بدري جدا ما شفناش قفشه فيها، فعشان كده شابوه لكولر، شابوه للاعيبه النادي الاهلي، وشابوه لقفشه. بص بقى بعد الدقيقه 35 كريستو رجع في اليمين وعبد القادر بقى تاني في الشمال، لان كان عاكس، كان عبد القادر في اليمين وكريستو في الشمال، لا هو بقى رجعهم تاني ان عبد القادر في الشمال وكريستو في اليمين. هي لخبطه بس مش مهم. كده خلص الشوط الاول بثلاثيه نظيفه، بيخلص الشوط الاول، وحقيقي كان ممكن ان احنا نخلص الشوط الاول ده ب5-6 لولا كذا كوره من كهربا ضاعوا، ومنهم تقريبا كوره برضو لامام، ولكن حقيقي من نجوم الشوط الاول قفشه امام ومعاهم كريم الدبيس. نيجي بقى ندخل نتكلم على الشوط الثاني. طبعا نزل الشوط الثاني من دون اي تبديلات ما بين الشوطين. اول ربع ساعه كان ممكن يكون في هات وخد في الكوره،
ولكن برضو بدون اي استحواذ لسان جورج وبدون اي خطورة وهجمات من سان جورج. استهتار شوية من لعيبة النادي الاهلي في اول ربع ساعة، ولكن ده حاجة طبيعية. مع بداية الربع ساعة التانية كولر ابتدى يعني كهربا قال ايه، ثانية واحدة كده، لا انا مش عاجبني 3، لا احنا برضو يعني ازاي يعني هتفرق ايه مباراة الذهاب من اياب طالما دي هتبقى 3 ودي هتبقى 3؟ لا احنا نغير، انا احرز الهدف في الربع، انا عاوز، لا انا عايزه اسجل هدف، انا لا ضربة الجزاء دي لا مش واكله دماغي، انا مش مبسوط. فبرأسية ولا اروع بيحرز كهربا الهدف الرابع للنادي الاهلي. حقيقي برأسية انا اتبسطت جدا لكهربا في الجون ده. كهربا بعد الجون اللي جابه الغزالة بقت رايقة والناس الحلوة سايقة. كهربا ضحك بعد الجون اللي جابه وكلنا ضحكنا مع كهربا عشان بجد سالك، وعشان كهربا كويس ربنا بيكرم كهربا. واللي يقولك كهربا مش لعبة معاه، امال لو يعني كهربا مش لعبة معاه وجايب هدفين، امال لو كانت لعبة معاه كان هيجيب كام؟ يعني كده ومش لعبة معاه وعامل 2 هدفين 2 جولز، امال بقى لو كانت لعب بالظهر معاه كان هيجيب كام جول؟ ها؟ نيجي بقى نتكلم ان 2 كهربا و2 قفشه، واحنا انا كنت بطالب بالخامس عشان اخمس الصراحه واقول لكم ايه واطلع اقول لكم ايه 5 علينا من العين، ولكن فيها ايه 4 علينا من العين، مفيهاش مشكله. واللي يقول لك ده كسب واصل سان جورج فريق ضعيف فانت كسبته بالنتيجه دي، قول له ما عندناش احنا الكلام ده، قول له احنا ما بننزلش عاملين حسابنا ان ده فريق ضعيف وده فريق قوي، احنا بنكسب قدام الضعيف والقوي برباعيه وبثلاثيه وباكتر وب6-1، احنا بنكسب الضعيف واللي مش ضعيف، احنا ده وده بنكسبه وبسكور مش 1 ولا 2، لا ب3 و4. نيجي بقى ان كولر بعد نتيجة المباراة فبالتالي اكيد كولر ارتاح خلاص، لو انت كسبان 4 يجي جون خلاص، يجي جون ماشي ما يجيش فخلاص. فابتدى ان هو ينزل ياسر وكريم وبيرسي وطاهر والشحات مكان عبد المنعم وكهربا وامام وعبد القادر وكريستو، تمام دول مكان. بعد ما عملوا مجهود كبير جدا لعيبه النادي الاهلي في الملعب، حابه ان انا اقول لهم شابو ليكو، عاش جدا يا لعيبه النادي الاهلي. لو الاهلي اللي ما كسبش ب4 وبرباعيه نظيفه مين اللي هيكسب؟ لو الاهلي اللي ما تاهلش لدور المجموعات بسباعيه مين اللي هيتاهل؟ خلص الشوط الاول وخلص الشوط الثاني وخلصت المباراه برباعيه. نيجي بقى لبيراميدز. بيراميدز فاز بنتيجه 6-1. ما اتفرجتش اكيد على المباراه لان اكيد مش هاممني قوي قد ما كان هاممني اكيد مباراه النادي الاهلي. مصطفى فتحي اول لاعب مصري يسجل سوبر هاتريك في مباراه واحده في بطوله افريقيا. برافو مصطفى فتحي. عادي يا جماعه نحيي الخصم مفيهاش اي مشكله. بيراميدز كان بيلعب مع الجيش الروماندي، وبيراميدز والنادي الاهلي تاهلوا لدور المجموعات. وعايزه بس اقول لكم على حاجه عشان الناس ما تجيش ساعتها تقول يتفاجئوا، انت عادي ان الاهلي وبيراميدز مره واحده يطبوا على بعض، مره الاهلي وبيراميدز يتقابلوا مع بعض، ده وارد جدا، دي حاجه عاديه جدا. فاكرين الاهلي والزمالك في الاخر ساعه القضيه؟ سمعوني القضيه، سمعوني الجمعه الكام دي على القضيه، سمعوني. كل اللي احنا بنقوله ان عادي ان بيراميدز والاهلي يتقابلوا، وعادي ان الاهلي يكسب على بيراميدز، ده حاجه ان شاء الله هنبقى متعودين عليها بعد كده. وايا كان او مين المنافس للنادي الاهلي فسيظل المارد الاحمر هم الشياطين الحمر، سيظل النادي الاهلي هم النادي الاهلي، ومش هيبقى هممهم ايه الفريق اللي بيلعبوا معاه، مين الفريق، المهم عندي ان انا اكسب بسكور وافرح الجماهير. فن ومهارات اداء بص مفيهوش غلط، جمال ودلال من قفشه وكهربا وامام. خلصت المباراه، خلصت احداث المباراه، وبسباعيه بيتاهل النادي الاهلي لدور المجموعات. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي. ان شاء الله
الاميره ال 12 باذن الله للنادي الاهلي. كريم الدبيس وامام عاشور واسست امام عاشور، لا بجد، كريم الدبيس لاعب ليه مستقبل، وكريستو لاعب ليه مستقبل على فكره، ناقصهم خبره بس. ده لكن انت دلوقتي كولر على فكره، وخدت بالك هتقول ان لا، انت كولر دلوقتي مش مركز على الفريق الاساسي، انت كولر بقى مركز مع البدلاء والشباب. وده طب يقول لك فين الدليل؟ الدليل ماتش النهارده. الدليل لما تلاقي الشباب والبدلاء بينزلوا يلعبوا، ايه اللي بيحصل؟ ده بيعمل اسيست، وده بيجيب هدف، وده الله اكبر عليه في نص الملعب، وده ارتكاز. وبص، اللعيبه كلها بتحاول ان هي تعمل كل المستطاع عشان تثبت نفسها لكولر والجماهير النادي الاهلي. بالتوفيق للنادي الاهلي. ال 12 يا اهلي، ال 12 يا اهلي، ال 12 يا اهلي. مع السلامه.